المعلومة الخامسة: كيفية فتح نوافذ وتصغيرها، وكمان تكبير النوافذ للحد الأقصى. أنا علشان أفتح أي نافذة بدون النظر لجوه ايه اللي بداخلها، هضغط على ماي كمبيوتر اهوت قدامي. اتفتح ماي كمبيوتر. مش هبص على اللي جوه دلوقتي، بعد كده هنشرحه بالتفصيل. انما انا هتكلم عن النافذة بتاعة ماي كمبيوتر نفسه، اللي هي اللي قدامي دهيت. بيقابلني هنا تلات ايقونات او تلات علامات. هم دولت اخطر تلات علامات بستخدمهم في تشغيل النافذة او التعامل مع اي برنامج عامة كمان. يعني انا بلاقي دول في اي برنامج موجودين، التلات اشياء دول يعني دول مهمين جدا. هم دول الاساس بقى يا جماعة. مثلا علامة الاكس دي مكتوبة اهيت، اول ما اجي اعلمها يقول لي انت هتقفل كلوز. اضغط كده بزر الماوس الشمال، ابص الاقيها بتقفل. عايز اشغلها تاني، اهو اتقفلت خالص. طيب، يبقى ديت لغلق النافذة او غلق البرنامج. امال دي ايه اللي مكتوب ماكسمايز؟ دي علامة المربع دي بتكبر لي النافذة بتاعتي قد الشاشة كلها. وعايز ارجعها تاني، هقوم رايح لها ومتك مضغط عليها كمان مرة، ابص الاقيها صغرت. طب امال ايه الشرطة ديت؟ دي اخفاء النافذة. فين؟ في التسك بار تحت جنب الساعة تحت. بص كده جنب الساعة تحت، هتلاقي النافذة بتاعتك ظهرت تحت. عايز ارجعها تاني، اضغط عليها من تحت تاني. يبقى انا دلوقتي الشرطة ديت بتعمل لي عملية اخفاء، نزلت تحت خالص في التسك بار تحت جنب الساعة. عايز ارجعها، اضغط عليها تحت من تحت الايه، جنب الساعة بالظبط. ادي ماي كمبيوتر اهيت. يبقى بنقول الاكس دي غلق، نقفل اي برنامج. دي اكبر النافذة لاخرها قد الشاشة كلها. والشرطة ديت بتعمل لي اخفاء، بتستخبى فين؟ تحت في خالص في التسك بار.